ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير. النهاردة ان شاء الله هكلمكم في كذا موضوع. التعاقدات بتاعت النادي الاهلي والصفقات اللي النادي الاهلي هيتعاقد عليها ان شاء الله، واللعيبة اللي هتمشي واللعيبة اللي مش هتمشي، اللي كنا مأملين انهم يمشوا او كنا خلاص يعني بنستبشر خيرا انهم يمشوا، لكن في كلام انهم ممكن ما يمشوش للأسف يعني. وبرضه هنتكلم النهارده عن تصريحات الكابتن احمد سليمان، العضو نادي الزمالك مع مهيب. طبعا تصريحات، طبعا اكيد ما دام قلت الاسم ده وما دام قلت عضو نادي ايه، اعرف ان التصريحات كلها كوميديه. ده طبيعي يعني، هو برنامج كده كده اللعيب اصلا يعتبر برنامج ساخر اساسا، رياضي ساخر مش برنامج طبيعي يعني. وفي تصريح طبعا للكابتن اكرامي، طبعا تصريح هلامي بقى، تصريح هلامي خالص. هنعرف ده كله في الحلقه ان شاء الله باذن الله. اول حاجه بالنسبه لملف التعاقدات اللي بقى معقد جدا يعني مع النادي الاهلي، والصفقات اللي عايزين نجيبها والصفقات اللي عايزين واللعيبه اللي عايزين تمشي. اول خبر ياسين مرعي بنسبه تقريبا 99%، ياسين مرعي خلاص مدافع فاركو. بقول لك بتدخل من كابتن الخطيب تقريبا الصفقه شبه اتحسمت، ياسين مرعي للنادي الاهلي من فاركو. طيب، وبيقول لك في كلام كمان ان خالد عبد الفتاح بديل للعش في زد. يعني ايه كل الكلام اللي طالع ان هو بديل للعش، بس يعني مفيش فلوس. بس طبعا دي حاجه مستبعده جدا يا جماعه، يعني خالد عبد الفتاح ايه اللي هيتقارن بالعش برضه يعني. فاكيد اكيد في فرق فلوس الدفع، ما يقلش عن 15 او 20 مليون جنيه دفعوا فرق لو الصفقه التبادليه دي تمت يعني. بالنسبه لوسام ابو علي، وضع وسام ابو علي بيقول لك اخر حاجه ان مفيش عرض رسمي قوي يتقدم لوسام ابو علي، لكن كل الكلام رايح ان في فعلا عروض لكن مش رسميه فعليه، كلها ما بين من 10 مليون دولار وانت طالع لغايه 15 مليون دولار، عروض من فرق اوروبيه ومن فرق خليجيه. وطبعا مع 30% اعاده بيع، فطبعا دي ارقام خرافيه، ارقام خرافيه يعني، ارقام لا ترفض. بس الاهم المفروض النادي الاهلي يكون مجهز لاعب بنفس الامكانيات تقريبا، مع ان ما اعتقدش ان مستحيل نجيب مهاجم متكامل في كل شيء زي وسام. ما شاء الله، سرعه، مهاره، هيدر، فينيشر، ضربات ثابته تلاقي، ضربات جزاء تلاقي، ما شاء الله. اعتقد يعني اننا اشترينا وسام برقم تافه كمان، وكمان مرتبه تافه مقارنه بالمحترفين اللي بنص امكانياته يعني. فالصفقه دي ربحانه، والعين اللي جابت وسام يتعمل له تمثال، لانك استفدت منه اداء في الملعب، لاعب فارق جدا، وكمان استفاده ماليه ضخمه. فلازم نكون مظبطين مهاجم تقيل محترف، ويا ريت يكون افريقي هجام او فلسطيني من نفس النوعيه كده او نفس الكواليتي تقريبا يعني، علشان خاطر احنا مش هنقبل الاستغناء عن وسام ابو علي ونجيب مهاجم مثلا كسر يعني، او نص لبه زي ما بيقولوا. طيب، في كلام بيتقال يا جماعه ان محمد هاني لسه مش اكيد انه هيمشي يعني، بس ان شاء الله باذن الله يمشي. في بديل ليه، لعيب اسمه امايلو سابا، ده باك يمين، فريق اسمه ميلجر في الدوري البوريفي في البيرو برضه، من اصول فلسطينيه، باك يمين عنده 24 سنه. انا اتفرجت على فيديو للاعب كويس، اوفراته معقوله هتتطور مع الوقت، لكن عنده خصائص يا جماعه شفتها، وهي انه بيزيد كتير ومراوغ وبيعدي لاعب واتنين وبيعمل زياده عدديه وبيدخل في العمق، وده اللي كان نفسي فيه. مش مجرد اوفراته خلاص يا جماعه، الباك اليمين والباك الشمال ما بقاش زي زمان ان انا مجرد برفع اوفر وخلاص. الاوفر بالنسبه للباكات دي من الاساسيات يا جماعه، دي الاساسيات. الاوفر ده اساسيات، مش شرط الباك بس. افرض لاعب خط نص جه ناحيه اليمين ما يرفعش، يرفع اوفر يعني؟ لازم يكون بيعرف يرفع الاوفر يعني. فدي حاجه اساسيه، مش لازم اجيب باك بيعرف يرفع اوفر بس يبقى كده باك خارق، لا، لازم يعمل الادوار دي كلها. المهم امايلو سابا ده بيعمل الزياده العدديه في العمق، وبيعدي واحد على واحد، وسريع ما شاء الله، فلعب كويس. طيب، لان لازم يبقى في تنوع طبعا في اللعب يعني، ويا ريت يكون الكلام ده صحيح ونخلص اللاعب يعني سنه كويس. وتقريبا ثمنه تقريبا مش كبير يعني، ثمنه تقريبا مليون و200 الف يورو، فانت بتتكلم في رقم قليل قوي بالنسبه للعيب هتجيبه، سنه صغير وامكانياته كويسه جدا وهيتطور، وفي نفس الوقت هي فلسطيني، اصول فلسطينيه، فهيتسجل مصري، لاعب محلي. طيب، جينا بقى للموضوع المهم، موضوع تصريحات كابتن احمد سليمان مع مهيب في برنامج اللعيب. طيب، التصريحات، اول حاجه كابتن احمد سليمان طبعا اول تصريح بيقول لك ان الاهلي هيكون في مشاكل بسبب النجوم الكتير
تمام، هيبقى في مشاكل. يعني انت دلوقتي بتدمر اوضه اللبس من دلوقتي وعايز تعمل مشاكل بين النجوم، يعني اللي هم اللي في الاهلي يعني. يا عم هو انت مثلا ما عندكش حد ولا نجوم، هل ما عندكش مشاكل؟ ده انت مسجل خطر. يعني انت هو ما عندكش نجوم في الزمالك تقريبا، ما فيش اسم معروف قوي او تقيل قوي، يعتبر مسجل خطر ومليان مشاكل. فده مش مقارنه يعني، فيا ريت ما نبداش من دلوقتي شغل اللي هو التخبيط. وعشان ده اللي انتوا داخلين عليه في الموسم الجديد، انا عارف هتبداوا بقى حته ايه. اصل بن شرقي متضايق عشان قاعد بديل لتريزيجيه، اصل تريزيجيه متضايق علشان ما لعبش ضربه الجزاء، اصل امام عاشور متضايق من بن رمضان. دي الاسطوانه الجايه للزملكاويه هياخدوها، خلي بالكم في الموسم الجديد يعني من الاخر، والبوادر ظهرت يعني. وطبعا بيشكك في الاداره برضه، بيقول لك الاداره مش هتكون قويه كفايه انها تقدر تتحكم في كميه النجوم دي. يا سلام. كابتن مين بيسال كابتن احمد سليمان، بيقول له مهندس ممدوح عباس كان في كلام على صفقتين سوبر كده وبتاع ان هو هيجيبهم. فرد احمد سليمان وقال له مهندس ممدوح لو طلبنا منه 10 صفقات هيجيبهم، ما بيتاخرش الراجل وبتاع. راح مهيب اداها له في وشه، قال له ايه بقى؟ قال له بس هو كان قال اني بنسحب من المشهد طبعا. يعني قال بنسحب من المشهد. طب يعني طب ازاي بينسحب من المشهد ودلوقتي انت بتقول لو طلبنا منه عينينا هيجيب لنا اللي احنا عايزينه يعني. المهم هو يعني هو انتوا عارفين يا جماعه دايما التصريحات بتاعت كابتن احمد سليمان مش مدروسه، هو طالع تصريحات زي ما واحد زملكاوي طالع يرميها وخلاص يعني، هو ده اللي بيعمله يعني. بس فطبعا وطبعا مهيب علشان يطلع كابتن احمد سليمان من الغرقه اللي غرقها له من الكلمتين دول، قال له عندك الناحيه الثانيه على الاهلي يعني، قصده يعني صفقات ناريه وقطر ماشي وبتاع. ففضل بقى احمد سليمان يسرد ان الزمالك نادي كبير وعظيم وكسبنا السوبر الافريقي وما اعرفش لولا ضربه جزاء شيكا كنا كسبنا السوبر المصري. مفيش فايده، نفضل على ماتش السوبر الافريقي ده 20 سنه اللي كسبوه بضربات الجزاء مش هنخلص والله. هم كده هم كده والله العظيم. طيب مهيب لما سأل احمد كابتن احمد سليمان بيقول له زيزو يعني ايه رايك في اداؤه في المونديال وبتاع، فضل بقى يحور طبعا علشان ما يقولش ان مستواه كويس، خصوصا انه راجع يا جماعه من فتره ما كانش بيلعب. بس طبعا انتوا طبعا فاهمين يعني اي زملكاوي هيقول زيزو مش كويس حتى لو كويس، يعني ما يقدرش يقول غير كده يعني، ممكن يقام عليه الحد. راح ايهاب الخطيب كان قاعد معاهم الصحفي المعروف قال لك ايه، راح داخل على الخط طبعا، راح قال ايه بقى؟ قال زيزو مستواه ممتاز خصوصا انه راجع من الثلاجه، يعني كان متجمد وما بيلعبش بس محافظ على نفسه، فطبعا دي حاجه تحسب له يعني. كابتن احمد سليمان طبعا بينتقد ريبيرو في مباراه بورتو بقى، دي اللي هتجنني. يعني انت سبت الماتشين الاولين اللي هو هنقول مثلا ان هو كان وحش فيهم، رغم ان انا شايف انه ما كانش وحش خالص على فكره. لا ده هو بيقول لك ايه، في مباراه بورتو اللي هي المباراه الوحيده اللي كلنا اشدنا بيه فيها بسبب الاهداف وسرعه اللعب واللعب السريع والتحركات، يعني حتى كميه الفرص المهدره، يعني انت بتوصل للمرمى الخصم كتير جدا وده دور المدرب، هو مش هيدخل يسجل الجون يعني. المشاكل في ماتش بورتو مشاكل لعيبه تعبانه في الدفاع وحراسه المرمى اللي كانت ميته تقريبا، حراسه المرمى كانت ميته اساسا، فده اللي اثر اصلا على المباراه يعني. مهيب طبعا قال راح ضارب بوم كده في القنبله كده في البرنامج وقال لك محمد شريف اتخطف يا جماعه وراح الدوري التركي، نادي وسط في الدوري التركي، محمد شريف اتخطف من نادي الزمالك. ده كلام مهيب، ده على مسؤوليه مو عبد الهادي طبعا يعني. فقال لك محمد شريف اتخطف، يعني الزمالك كان عايز يجيبه من الاخر وما عرفش يجيبه. تصريح كابتن اكرامي بقى، لان الواحد زهق واتخنق من التصريحات اللي من النوع ده والله العظيم. خلاص بقى احنا يا جماعه ما تستعموناش، يا جماعه يا جماعه والنبي ما تستعموناش، الناس فاهمه وشايفه يعني. كابتن اكرامي بيقول وسام ابو علي، يعني بيقول لك في اتنين ما لهمش دول كانوا احسن اتنين في كاس العالم للانديه، وسام ابو علي. يا عم ماشي متفق معاك جدا، مين التاني بقى؟ ها مين التاني يا كابتن اكرامي؟ بيقول لك محمد هاني. محمد هاني كان من افضل اللعيبه في كاس العالم للانديه برضه مع وسام ابو علي. وكمان قال محمد هاني افضل باك يمين في مصر. انا نفسي افهم يعني يا جماعه، كفايه علاقات بقى، كفايه علاقات بقى في الكوره والنبي، ما هو لازم، ما هو علاقات لان انتوا اصحاب كلكم يا جدعان، كلها اصحاب. وحسام غالي، حسام غالي، محمد هاني طبعا زوجة محمد هاني يا جماعه، اللي ما يعرفش زوجة محمد هاني تبقى اخت زوجة كابتن حسام غالي، تمام؟ فيعني في صله بالاداره والدنيا كلها منفذه على بعضيها، فمش هينفع طبعا يعني، كلنا اصحاب وحبايب، مش ينفع انتقد فلان الفلاني ده، ولما الاقي مثلا الناس كلها بتنتقده انا اقف معاه. ما هو لو كويس على فكره هنقول هو وحش في كذا وكويس في كذا، لكن هو وحش بس، محمد هاني كان وحش بس، كان ظاهر انه وحش بس. فكفايه والنبي يا جماعه تصريحات من النوع ده، مش هنقبل تصريحات من النوع ده تاني ابدا.
وشكرا يا جماعه انكم سمعتوني، ويا ريت بقى ما تبخلش باللايك سبسكرايب. السلام عليكم.